حياتنا بنقابل ناس كتير، ناس بتيجي وتمشي، وناس تانية بتسيب أثر، وناس وجودها بيكون عابر. لكن في نوع معين من الرحيل بيكون مؤلم بشكل مختلف. يعني الرحيل من غير صوت، من غير خلاف، من غير نهاية واضحة. شخص كان موجود بكل تفاصيل يومك وفجأة بيختفي، لا رسالة اعتذار، لا تفسير، ولا حتى كلمة أخيرة، وكأن وجوده كان كله وهم. الظاهرة دي بقت معروفة باسم جوستنج أو الاختفاء المفاجئ. الغريب ان الوجع هنا مش مجرد ان حد مشي، لان الناس كلها بتمشي، لكن الوجع الحقيقي انك ما تعرفش ليه. الانسان بطبيعته بيقدر يتعامل مع الألم، لكنه بيتعب جدا قدام الغموض، لان الألم ليه شكل، له بداية وليه نهاية. اما الغموض فهو دايرة مفتوحة بتلف فيها من غير ما توصل لحاجة. ويمكن اكتر حاجة مؤلمة في الجوستنج ان الشخص قبل اختفائه غالبا بيكون في اقصى درجات الاهتمام، ودي المفارقة القاسية من شخص كان بارد اصلا. يعني هو ما كانش كده، لا ده كان شخص بيخليك تصدق، بيخليك ترتاح، بيخليك تفتح قلبك وتتكلم. يمكن كان اول واحد بيقولك صباح الخير، واخر واحد يقولك قبل النوم تصبح على خير، اخر واحد بتكلمه اصلا. يمكن كان حاضر في تفاصيل يومك، في تفاصيل صغيرة جدا، لدرجة انك ما بقيتش متخيل يومك من غيره. وفجأة بالصمت، في الاول بتقول اكيد مشغول، بعدها يمكن عنده مشكلة، يمكن بعديها بتقول يمكن زعلان مني. بعد شوية بتبدأ تدخل في المرحلة الاصعب، وهي مرحلة لوم النفس. بتقعد تراجع كل حاجة حصلت بينكم، الرسائل القديمة، المكالمات، المواقف الصغيرة، وتبدأ تحلل نبرة كلامه، تفتش عن خطأ يمكن انت ما خدتش بالك منه. كأن عقلك رافض يصدق ان حد ممكن يختفي فجأة بدون سبب واضح. وده لان العقل البشري بيكون كاره اصلا النهايات الناقصة. احنا محتاجين كلوشر، محتاجين نفهم عشان نكمل. بس ليه اصلا حد يعمل كده؟ في ناس بتختفي لانها ببساطة ما بتعرفش المواجهة، ما بتعرفش تواجه. المواجهة بالنسبة لها عبء نفسي. فكرة انهم يقولوا الحقيقة بالنسبة لهم مرعبة، حتى لو الحقيقة دي بسيطة جدا، زي انا مش شايف اننا مناسبين، او مش قادرة اكمل. بالنسبة لهم الصمت اسهل من الحوار. هما متخيلين ان الاختفاء هيجنبهم الاحراج، لكن اللي غالبا ما بيفهموهوش ان الصمت مش اقل ألم من الكلام، بل احيانا بيكون اشد قسوة. في ناس تانية عندها مشكلة اعمق، وهي الخوف من القرب. ايوه، في بشر يحبوا البداية جدا، كان بيخافوا من العمق، يحبوا الاهتمام، الحماس، الانبهار الاول. لكن اول ما العلاقة تدخل وتبقى حقيقية وتدخل في الجد يبدأوا يتوتروا. ولان القرب الحقيقي معناه مسؤولية، معناه انك بتبقى مكشوف نفسيا، معناه انك تسمح لشخص يشوف ضعفك، مخاوفك، وحقيقتك. وده بيخوف ناس كتير. عشان كده احيانا الشخص اللي كان اكتر حماس في البداية هو نفسه اول واحد بيهرب لما الامور بتبدأ تبقى جدية. في نوع تالت، ويمكن ده الاصعب، النوع اللي يحب الاحساس بانه مرغوب. انا عايز احس طول الوقت ان انا مرغوب، انا الناس بتحبني. هو مش بالضرورة يحبك انت كشخص، هو يحب احساس ان حد مستنيه، منتظره، مهتم بيه، مستنيه، بيفكر فيه. اول ما يضمن اهتمامك، او اول ما الاحساس ده يفقد بريقه، يبدأ ينسحب، يبقى عايش، يبقى بس منتشر جدا على السوشيال ميديا،
وده للأسف موجود كتير، وبقينا عايشينه في زمن الخيارات المفتوحة. كل يوم ناس جديدة، كل يوم وجوه جديدة، conversations جديدة. بعض الناس للأسف بقت تتعامل مع العلاقات بعقلية الاستهلاك السريع، ولو حس بملل بينتقل لغيرك، لو ظهر اهتمام جديد بيسيب القديم متعلق، وكأن البشر بقوا إشعارات على شاشة. لكن خليني أقولك حاجة مهمة جدا، وهي أخطر أثر للجوستنج مش إن الشخص يختفي. أخطر أثر هو اللي بيزرعه جواك بعد ما بيمشي، لأن الشخص اللي بيتعمل له اختفاء غالبا بيبدأ يشك في نفسه، شخصيته بتتهز، ثقته بنفسه مش بتبقى تقريبا موجودة، فبيبدأ يسأل نفسه أسئلة مؤذية جدا. هو أنا ممل؟ هو أنا تقيل؟ هو أنا كنت زيادة؟ هو أنا في حاجة غلط؟ الأسئلة دي لو فضلت من غير وعي ممكن تتحول لجروح عميقة جدا في تقدير الذات. تخيل انك تدخل علاقة جديدة وانت شايل خوف قديم من الاختفاء، كل تأخير في الرد يبقى تهديد، كل تغيير بسيط في الاهتمام بيكون انذار، كل مسافة صغيرة بتتحول لكارثة في خيالك. وده اللي بيخلي جوستنج مش مجرد موقف، لكنه بيعمل احيانا تروما صغيرة بتكمل معانا يعني. لكن الحقيقة اللي لازم تتقال في الموقف ده هي ان الاختفاء مش اختفاء شخص بدون تفسير، مش بيساوي حاجة غير انك مش كافي. في حين ان في احيان كتير جدا الطريقة اللي حد بيختار بيها الرحيل بتقول عنه هو اكتر ما بتقول عنك انت. يعني الشخص الناضج عاطفيا حتى لو قرر يمشي بيعرف يعبر، بيعرف يحط حدود، بيعرف يقول كلمة واضحة، لان الوضوح احترام. لكن الشخص اللي بيختفي بدون مواجهة فهو في الغالب عنده هو الصراع الداخلي، سواء مع الهروب او الخوف او عدم النضج. والمشكلة اننا بعد الاختفاء او الجوستنج احيانا ما بنفتقدش الشخص نفسه، احنا بنفتقد النسخة اللي رسمناها منه او عنه. ودي نقطة خطيرة جدا. احنا ساعات ما بنحبش الشخص الحقيقي، احنا بنتعلق بالامكانية، بالفكرة، بالحلم اللي بدأ يتكون، بالشكل اللي خلينا العلاقة عليه. لما بيختفي مش بس بنخسر وجوده، احنا بنخسر السيناريو كله اللي حطيناه وبنيناه في دماغنا، وده اللي يوجع اكتر. يمكن عشان كده ناس كتير بتفضل مستنية رسالة شهور واحيانا سنين، مش لانهم عاجزين عن النسيان، لكن لان جزء منهم لسه منتظر، سواء منتظر تفسير يعيد ترتيب الفوضى دي او اي حاجة، او منتظرين رجوع للشخص نفسه. بس الحقيقة المؤلمة احيانا هي مش كل الاسئلة بيكون ليها اجابات، مش كل باب اتقفل لازم نعرف هو ليه اتقفل. احيانا النضج الحقيقي بيبدأ لما نبطل نربط السلام النفسي برد من شخص اختار الصمت، لما ندرك ان عدم الرد هو في حد ذاته رد. الصمت احيانا بيكون حاجات اوضح من الكلام. الصمت بيقول انا مش مستعد، انا مش ناضج كفاية، انا غير قادر على المواجهة، انا جبان، انا لا املك الشجاعة الكافية ان انا اديك اسباب واضحة. وهنا لازم نسأل نفسنا سؤال مختلف، بدل ازاي اخليه يرجع نسأل هل انا اصلا الشخص ده مناسب لسلامي النفسي ولا لا. لان احيانا التعلق بيخلينا ننسى معايير مهمة جدا. الامان، العلاقة الصحية مش بتكون مجرد مشاعر قوية. العلاقة الصحية فيها ثبات، فيها وضوح، مش كل يوم شكل، مش اهتمام مبالغ فيه النهاردة واختفاء بكرة.
في نقطة مهمة جدا ناس كتير ما بتتكلمش عنها، ان بعض حالات الجوستنج بتبدأ قبل الاختفاء الفعلي بفترة. يعني الشخص ما بيختفيش مرة واحدة، الاول بيقل حضوره ويرد اقل، يسأل اقل، حماسه بيقل وبيبرد، يبدأ الطرف التاني يحس ان في حاجة غلط. لكن بيقنع نفسه ان الامور ماشية بطبيعتها، وده لان القلوب احيانا بتلاحظ قبل العقول. احساسك غالبا ما بيكدبش. لما تحس ان حد بقى موجود بجسمه بس لكن روحه غايبة، غالبا العلاقة دي بدأت تتغير. وفي النهاية يمكن اكبر درس من الجوستنج هو ان الاهتمام السريع مش دايما دليل على النضج او الصدق. مش اللي بيبدأ بقوة هو اللي هيكمل، ومش الكلام الكبير هو اللي بيثبت الحب. صدقني الاستمرارية اهم من الانبهار الاول، الثبات اهم من الوعود، والوضوح اهم من المشاعر المؤقتة. في النهاية لو حد اختفى من حياتك فجأة، حاول ما تحولش اختفائه لحكم على قيمتك. مش كل اللي مشي كان خسارة. في ناس خروجها من حياتك حماية ليك، حتى لو الألم خلاك مش شايف ده دلوقتي. افتكر دايما الشخص المناسب مش هو اللي بيبهرك في النهاية، مش بيبهرك في البداية فقط. الشخص المناسب هو اللي وجوده مش بيخليك تعيش في حيرة، هو اللي لما يكون معاك ما بيسيبكش كل يوم تسأل نفسك هو لسه مهتم. لان الحب الصحي مش لغز، والاهتمام الحقيقي مش محتاج تخمين. في الاخر الشخص اللي بيستحق مكان في حياتك مش اللي بيختفي وبيسيبك مع 1000 سؤال، لكن اللي حضوره نفسه يكون اجابة مطمئنة لكل مخاوفك. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، وتقولوا لنا رأيكم في الفيديو وفي التعليقات. سلام.